ما تحطش البيت كله في سلة واحدة، ونوع مصادر دخلك، ولا صاحب بالين كداب وركز في مجال واحد. معانا النهاردة صاحب بالين بس مش كداب. معانا ومعاكم النهاردة ميرنا حسن. اهلا بيك يا ميرنا، ايه ازيك يا الاخبار؟ باشمهندس؟ الحمد لله. الحمد لله. عايزين نعرف صاحب بالين كداب ولا مش كداب. يعني في المعظم الناس بتقول ان صاحب بالين كداب، بس انا جاي اقول لكم ان هو مش كداب، لا. اشمعنى؟ انت جربتي ده بنفسك؟ جربت في اكتر من بالين والله. مش بالين بس. اشتغلتي ايه يا ميرنا؟ حاليا شغاله اودو امبلمنتر، ودي حاجه تكنيكال، وشغاله از فريلانسر كونتنت كريتور، ودي حاجه بحبها قوي. والاتنين ما لهمش علاقة ببعض. نسبيا ما لهمش علاقه ببعض. هو ممكن البالين دول يبقوا في بال واحد او في سله واحده لو كنت بتشتغلي في الكوبي رايتنج للمجالات التكنيكال، لشركات كتير، او لشركات كتير بتشتغل في الامبلمنتيشن، او لشركات بالظبط. سوفت وير او فمش هيبقوا بالين. كان هيبقى بال واحد، بس انا اخترت ان هم يبقوا بالين. وبتشتغلي في مجالات بعيده عن المجالات التكنيكال في الكوبي رايتنج اصلا. تماما. وصلت ان هو ميديكال وحاجات فرنتشر وبيرسونال براندنج مختلفه تماما. حلو. قادره تواكبي ما بين ده وده؟ من صغري متعوده ان انا بدخل في اكتر من حاجه. هاتي من الاول بقى. فعندي من الاول، يلا بينا. مين ميرنا؟ طيب انا ميرنا حسن، 25 سنه. بحب اقول على نفسي، وفي مقابل برضو ان الناس بتقول عليا ان انا شخصيه بتحب تجرب اي حاجه في اي مجال حد يتخيله. وبحب اتعلم جدا، يعني انا مقدسه لحاجه اسمها الدراسه، حاجه اسمها ان انا اتعلم، وده ورثته عن امي يعني. بدات من وانا صغيره خالص بدخل في نشاطات كتيره. بدات بعد ثانويه عامه ان انا اشتغل في مجالات مختلفه تماما. دخلت الكليه، دخلت في ستودنت اكتيفيتيز برضو مختلفه، وخلصت جربت كذا مجال. لان انا مقتنعه في فكره ان انت لو ما جربتش مش هتعرف انت حابب دوت وشاطر فيه ولا لا. انت محتاج تجرب عشان تعرف اصلا انت انت حابه ولا لا. خلينا نقول ان رقم واحد كانت التجارب الكتيره، وانتي حابه انك تجربي ده. طب لو واحد مش حابب انه يجرب اصلا، خايف من انه يجرب، ده ما حصلش معاكي في؟ انا بخاف. انا كل مره بدخل حتى لو حاجه انا جربتها اوريدي قبل كده بس في مكان مختلف، انا بحس بخوف. انا داخله خايفه، انا متوتره، لحد ما ابدا ان انا خلاص واحده واحده، لا انا بسترجع اللي انا عملته. ولو تجربه جديده، لا طب ما هجرب، انا هخسر ايه؟ خسران. خسرانين ايه؟ احنا عايشين في مصر، خسرانين هي ايه؟ الفكره انه في دلوقتي حاجتين انت قلتيهم. انا حاسس انهم عكس بعض. اوكي. هو ان انا بحب اجرب حاجات كتير، وان انا بخاف من التجربه. ازاي الاتنين موجودين عند ميرنا؟ مامتي علمتني برضو النقطه دي، ان هو الانسان طبيعي ان هو يخاف، بس في خوف صحي وفي خوف مش صحي. فانا ستيل لسه في زون الخوف الصحي. انا خايفه ان انا ما اديش كويس، ان انا اغلط، ان انا خلاص ما بيبقاش مناسبني. اللي هو انا داخل الامتحان وخايف من الامتحان، بس انا داخل بالظبط. مش عشان انا خايف فمش هروح الامتحان النهارده. بالظبط. هي على طول كانت بتقعد تشجعنا من واحنا صغيرين، انا واخواتي، اللي هو جربوا حتى لو فشلتوا، ايه يعني؟ ما انتوا مش هتتعلموا من الحاجه من اول مره، فابداوا جربوا. ده خلاص بقى عمل في دماغي ان هو لا، حتى لو فشلت انا بتعلم من فشلي. نجحت حلو، ما نجحتش ايه يعني؟ حقيقة الناس هتقول عليا حاجة، ما يقولوا، مش مهم كلام الناس، المهم انا مقتنعة بايه، وانا عايزة ايه، وعايزة اوصل لايه. طيب انا دلوقتي عايز اطلع بحاجتين. اول حاجه انه خوفي مش حاجه وحشه، دي حاجه موجوده، وعايز اضيف كمان انها موجوده اصلا عندنا كمسلمين. احنا في الاخر بيحركنا طمعنا في الجنه وخوفنا من النار. ففي الاخر هو ده محرك اصلا بيحركنا. بالظبط، فطرة إنسانية. وده لو موجود على مستوى الشغل، فانا خايف ما اقدرش اسدد الجمعيه اللي انا داخلها، خايف ما اقدرش اجيب لابني مش عارف ايه، خايف ما اقدرش اعمل كذا، فعشان كده بنزل اشتغل. ما طبيعي. ده احد العوامل. ما الاقيش اكل. فانا بروح اشتغل علشان خاطر خايف من حاجه زي كده. وفي نفس الوقت اننا نعدد النوايا ونحط نوايا كتير، ده ما فيش يعني، ما عندناش خلاف عليه. فده رقم واحد. رقم اتنين، ان انت بتقولي انه او تجربتك بتقول انه لا يمنع ابدا انك تكون صاحب بالين، او انك تبقى شغال فول تايم جوب
في حاجة انت بتحبها وبتشتغل جنب ده حاجة تانية انت بتحبها برضو او ما بتحبهاش مش فارقة، بس في الاخر انت ممكن تشتغل شغلانتين ما لهمش علاقة ببعض اصلا. بالظبط. فده يخلي المهندس اللي بيشتغل فول تايم جوب يشتغل فويس اوفر بعد شغله زي ما كنا بنتكلم في الميت اب مع محمد شحاتة، يخلي المهندس يجي يدرس كونتنت، يخلي اللي بتشتغل في الامبلمنتيشن تشتغل كوبي رايتر فريلانس. ده ما عندناش فيه اي مشكله، وشغلانتنا او شغلانه الماركتنج تسمح بده لو الانسان كمان منظم. يعني احنا محتاجين حته الاورجانيزيشنز ان احنا يبقى فيه سيستم اصلا ماشيين عليه. محتاجين يبقى فيه سيستم ماشيين عليه علشان خاطر نقدر نعمل ده. طيب الجزء اللي يهمنا هنا هو جزء الماركتنج بقى. ازاي دخلتي المجال والحديده معاكي؟ يلا طب خليني اقول ان انا بعد ما خلصت ثانويه عامه انا جبت مجموعه ما كنتش متوقعه. محدش في الدنيا كان متوقع ان ميرنا تجيب المجموع ده. حاجه عاليه قوي ولا حاجه قليله قوي؟ يعني مش متوقعه دي يعني تشمل الاثنين. حاجه خلينا في تحت اقل من المتوقع. يعني عمري ما كنت اتخيل ان انا ادخل تجاره. انا ما عنديش اصلا كونسبت تجاره. يعني ايه تجاره؟ ما اعرفش. عارفاه تتنمر على بتوع تجاره وده يمشي معانا قوي يعني كمان. لا خليني هوصل لكم بعد كده السنه اللي بعدها هقول لكم نظرتي اتغيرت قد ايه. بس اول ما دخلت لا خلاص هي محاسبه. طب انا هعمل ايه في محاسبه؟ ما اعرفش عنها حاجه. وكنت داخلها كمان عربي. يعني انا اصلا اوريدي حكومه ما كانش عندي مشكله قوي في العربي. بالعكس المفروض يبقى عندي مشكله في الانجليش. بس انا مش فاهمه اي حاجه بالعربي خالص. كان عندي ازمه بقى لحد ما دخلت. يعني سبحان الله قدر ربنا ان انا ادخل تجاره وان انا يتفتح لي كمان تجاره انجليش انتساب فاقدر ان انا اقدم فيها. الفتره دي انا ما كنتش حابه الكليه خالص. انا كنت لوحدي بحضر في انجليش وعربي الاثنين مع بعض عشان اقدر اوازن لو اتقبلت في انجليش. ما كانش عندنا امتحانات. الفتره دي بقى كانت اول ستيب خالص ان انا ادخل ستودنت اكتيفيتي. خلاص دخلت. كانت اول حاجه خالص اللي هو جمعيه اصدقاء مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. كنت داخله او سي. تمام. ايه بقى ده؟ ايه كل اللي بيتكلم عنه دوت؟ ايه حاجات كتيره قوي انا مش فاهماها. كانت بالنسبه لي اول تجربه. هم اصلا اوريدي كانوا بيتكلموا عن الساينتفك ريسيرش. بيبداوا ان هم يعملوا ابحاث بيتكلموا عن حاجات تكنيكال قوي انا مش فاهماها. بس كان في جزء منها كده كان في ماركتنج. ده كان اول حاجه اسمعها. بعد كده دخلت برضو student activity تاني science seek. ده برضو كانوا بيتكلموا عن scientific research. بس دخلت as ان انا بقى member ان انا ببدأ اتعلم البروسيس دي. طب يعملوا انها هتبدأي تعملي دوت في ايه؟ في الماركتنج. حلو. اول حاجه بقى انا لسه كل دوت في اول الكليه. فانت بدايه علاقتك بالماركتنج بدات انك بتعملي ريسيرش على توبكس في الماركتنج. بالظبط. ان احنا طلعنا ثيوري كده وعايزين بقى نطبقها ونعمل عليها الريسيرش بتاعنا. فاللي هو انا مش فاهمه يعني ايه ماركتنج. انا عارفه ان هو عندنا في الكليه ماده اسمها ماركتنج بس انا لسه ما تعمقتش فيها. دي كانت اول ارتباط ما بيني وما بين الماركتنج. ولما جربت لا الموضوع حلو. هو الموضوع بيدرس حاجات احنا اوريدي بنمر بيها في حياتنا اليوميه. فاللي هو طب ليه لا ما تعمقش فيها اكتر؟ يعني اشمعنى ده؟ فبدات من هنا خلاص بقى انا عايزه ادور على حاجات ليها علاقه بالماركتنج. عدت اول سنه في الكليه. انا عملت دخلت انجلش اوريدي. اول سنه كنت انتساب وبعدين رتبت الحمد لله وحولت الانتظام في تاني سنه بقى اللي تعمقنا اكتر في ماده الماركتنج. ومن ساعتها بقيت ادور على ريسورسز اذاكر بيها ماركتنج. وصلت للجروب بتاع ديجيتال ماركتنج نوت اد من زمان قوي. وده كان اول ستيب حرفيا في حياتي بعتز بيها. اللي هو لا هي اللي دخلتني المجال. هي اللي حطت رجلي. فبالنسبه لي كانت فرصه جميله قوي. هو انا لقيت فيه ستيبس ان انت تبدا ازاي اصلا في المجال. كان في تاسكات بتتعمل. كان في كومبيتيشن. كان في طاقه عندنا واحنا طاقه كبيره جدا لدرجه ان انا خلاص باشمهندس انا عايزه ادخل معاكم الخص كتب. انا بحب القراءه من وانا صغيره. فاللي هو يلا بينا. ده كان بدايه معرفتي بالكتب اللي ليها علاقه بالبيزنس والماركتنج. ودي الصراحه هي فادتني دلوقتي. يعني حتى في هوايتي اللي انا بحبها لا هي فايداني. احنا كنا وقتها لو الناس مش عارفه احنا كنا عاملين جروب على الفيسبوك اسمه ديجيتال ماركتنج نوت ادز. دلوقتي الجروب اسمه كوميونتي احمد حمزه عشان انا شخص
نرجسي شويه. كنت بدور على كلمه نرجسيه مش لاقيها. المهم ان الجروب ده كنا بننزل عليه تاسكس وماتيريال نذاكرها وكتب ملخصه وحاجات زي كده. الكلام ده كان في 2017 تقريبا. 2017 2018 حاجه زي كده في الرينج دوت. فاللي هو خلاص بقى انا بدأت البداية دي. ساعتها حتى كان في زي كومبيتيشن كده وتاسكات بنعملها، واللي هيكسب فيها هيدخل انترنشيب معايا. دي التيم بتاعنا اللي كسب. دي كانت حاجة اللي هو الله ايه ده. انا دخلت في حاجة جد شوية، علمتني حاجات كتيرة. كنا يعني شباب والله. انا كان عندي طاقة حزين ان انا ما بنعملش الحاجات دي دلوقتي. يعني انا فاكرة ان انا اتعلمت اول حاجة الفوتوشوب. انا عندي الاساسيات بتاعه الفوتوشوب بسبب التاسكات اللي احنا اتعلمناها مع بعض. عندي كمان التاسكات دي اللي كان السبب في اننا نعملها، والفيديو اللي كنا بنتعلم عليه كان احمد ابو زيد بقى. دي كانت حاجه لذيذه اللي هو واو انا بقيت بعرف اعمل الحاجات دي. وفي الاخر هي ما كانتش بتعمل غير كارت، عارف، مديها شخصيتين وصوره وبتعمل ظل الواحد باللايرز وحاجات كده. ايوه بس اتعلم خلاص فهمت الكونسبت. يعني انا بالنسبه لي اصلا مش هشتغل بيه، هو كان مجرد بس حاجه اضافيه بتعلمها. وده برضو يعني لو هنزود هنربطها في حته ان انا بحب اتعلم حاجات انا ممكن ما اشتغلش بيها عادي. حلو. بعدين في حته جزء الانترن علمتني ازاي اعمل بورتفوليو على تريلو. كانت اول مره في حياتي اسمع يعني ايه اصلا تريلو. عملت بورتفوليو عليه، وده اللي كنت بقدم بيه في خلال الكام سنه الاولانيه، اساسا لسه موجود. بدأنا ان احنا علمتني حاجات كتيرة قوي، ان احنا ازاي اصلا نعمل ريسيرش، ان انا اشوف الكومبيتيتور بيعمل ايه وادور الاناليسيز. انا كنت لسه صغيره، لسه في تانية كليه، فبالنسبه لي الحاجات دي كانت واو، انا بعرف اعمل الحاجات دي. قعدت فتره هكذا لحد ما جيت بقى في ثالثه. كان التخصص بتاعي انا اتخصصت نظم معلومات، فدخلت في الحته التكنيكال بقى، اللي هو خلاص بقى بدأت ان انا اركز انا عايز اشتغل في الجزء ده دلوقتي. وسبت الماركتنج على جنب، بدأت ان انا يعني حاجاتها فريلانسنج كده بسيطة، اللي هو لسه بقى في الاول عشان اعمل بورتفوليو يبقى معايا. بس كملت في المجال بتاعي. انا اتعلمت حاجات كتيرة. يعني حتى في الثالثه كلية دي، هو الترم التاني كان كورونا فما كناش بنروح الكلية، بس الترم الاول ده اللي انجزت فيه شوية. بدأت اتعلم سايبر سيكيورتي. انا كنت عايزة اعرف ايه المجال. بدأت اتعلم موبايل ابليكيشن. احنا كان عندنا اوريدي بروجكت في الكليه ان احنا نعمل موبايل ابليكيشن. فاللي هو انا طول ما انا ماشيه انا عماله بتعلم حاجات كتير. وفي المقابل برضو انا كنت شغاله في ثالثه، يعني دي كانت اول سنه شغل اللي تقيل قوي. فانا يعني سبحان الله اللي كان مخليني عارفه اوفق ما بين كل حاجه، بلس ان انا كنت لسه برضو بدخل ستودنت اكتيفيتيز. عايزه اقول ان فتره الكليه هي فترة خصبة جدا جدا للتعلم جدا. انت اقصى حاجة وراك هي امتحان اخر السنة ولا امتحان الفاينل بتاع نص السنة. ودي لما بندخل بعد كده لما فاكرين ان دي هي العقبة اللي موجودة في الحياة بالنسبة لنا، بس هي في الاخر جنب اللي احنا بنبقى مسؤولين عنه بعد كده. لا، هي حاجة بسيطة جدا، يعني قد تكون ممكن تشيلها من حياتك كده وتعمل حاجات تانية جنب المذاكرة، جنب الامتحانات، جنب اي حاجة. ففترة الكلية ممكن تستغل بشكل كويس جدا للي مخطط لده من الاول. فعلى الاقل انه يجرب، ومن غير ما يكون بياخد ريسك، من غير ما يكون بيضيع سنين من عمره. انت كده وقتك وحياتك هي مشغولة بالكلية. فانت بتعمل ايه؟ انا في الكلية. عندك ايه؟ عندي مذاكرة. عندك ايه؟ عندك امتحانات. فكل اللي بتعمله في فترة الكلية محدش هيسألك على نتيجته، لانهم مش هيسألوك غير على نتيجة دراستك بس في الوقت ده. ومش مطلوب منك قدام المجتمع ولا قدام بابا ولا قدام ماما ولا قدام اي حد اي حاجة غير امتحاناتك وكليتك. فلو كنت بتنجح فانت اخدت الايه الختم خلاص. واي حاجة تانية هي انت بتكتسبها لنفسك، وهي فترة انت تقدر تعمل فيها ده. فاي ثينك انك عملتي ده كويس جدا قوي. انا عايزه اقول يعني الناس كلها تقول انا ما بحبش الكليه، ما بحبش فتره الكليه، الا انا كل ما اعدي من قدام كليتي اللي هو الله كليتي، انا مفتقده الفتره دي كانت اكتر فتره انا جربت فيها حاجات في حياتي، اكتر فتره حرفيا. وبحمد ربنا ان انا دخلت تجاره، عشان لو كنت دخلت هندسه انا ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه من دي خالص. يعني انا كنت بشوف صحابي معقدين، يعني مع احترامي للمهندسين الفعليين
بس صحابي معقدين، ما عندهمش وقت، مكتئبين يا عيني. انا كل ما اشوف حد اللي هو ايه ابني ما تضحك، يعني ايه اضحكي اي حاجه. على فكره دي وجهه نظر خاطئه متاخده عننا والله. طبعا على فكره انا دخلت ستودنت اكتيفيتي في هندسه، يعني انا كنت عايزه اوصل لحاجه في هندسه ودخلت عن طريقها اللي هو ليه علاقه بالبترول. فلو انا لو عايزه حاجه انا عرفت اوصل لها. بس لا انا عايز اقول ان وجهه النظر دي احنا مش يعني مش طول الوقت بنعيط ولا اي حاجه. هو لا هو ما فيش عياط، لا بس هم بعد ما بيخلصوا هندسه باي باي احنا هنعمل شفت كارير لو ما صدقنا. بعد الفتره بتاعت الجروب والاكتيفيتيز والحاجات دي، بدايه الشغل الحقيقي في الماركتينج كسايد كارير او في الكونتنت كسايد كارير جنب شغل الامبلمنتيشن بتاعك او جنب شغل القسم بتاعك بتاع نظم المعلومات، بدأ امتى وازاي واول كلاينت جه منين؟ خليني بس اقول نقطه كمان في حته الدراسه، ان انا من فتره تنقلي من تانية لثالثه كليه كانت الاي تي اي عملت شهر تريننج، كان اول مره يحصل ان هم يعملوه للجامعات المصريه، وكان مفتوح فيه كذا تراك، كان من ضمنهم ويب ديفلوبمنت اند ماركتنج. حلو. شهر كان مكثف، وكنا بنروح الكليه، واخر اسبوع دوت رحنا المعهد بتاع الاي تي اي. الشهر دوت انا اتعلمت فيه يعني جزء الويب ديفلوبمنت، وبعد كده دخلت الماركتنج. انا فهمت يعني ايه جوجل اناليتكس، فهمت البيزكس بتاعه الماركتنج برضو. احنا تعمقنا في حاجات اكتر، ووردبريس متعلقه بالويب، وان انت ازاي تستخدم الحاجات دي، عشان يعني احنا بنعمل سايكل كامله. فده حببني اكتر في الماركتنج، اللي هو ايه ده، الله طب ما انا ممكن اكمل في المجال بتاعي واشتغل في نفس الوقت ماركتنج. حلو. ماما برضو اللي ساعدتني في الموضوع دوت. اول كلاينت كان من مكاننا ده بنشكر ماما ميرنا على هذا المجهود. الكل يعني انا سايد نوت بس كده، يعني والدتي برغم يعني في اطفال، في شغل، في بيت، هي لحد دلوقتي بتعمل الدكتوراه، يعني هي اخدت الماجستير الحمد لله، فلحد دلوقتي بتعمل الدكتوراه، ومش لسبب ان هي هتستفيد بيه في ترقية ولا حاجة، لان هو اوريدي خلاص، بس هي عشان بتحب تتعلم. فانا يعني على طول انا شايفه الصوره دي قدامي، يعني حد بيحب يتعلم وحد بيبذل مجهود وطاقه ووقت وفلوس عشان هو يتعلم. فيعني ده الاكزامبل اللي قدامي. احنا يعني دي ناس بتتعلم عشان حب العلم. احنا ما بنتعلمش غير لما بنقعد نسال احنا بعد ما نتعلم ده هنقبض بيه كام، هنعمل بيه ايه. هو يعني ده مطلوب، بس يعني مش كل حاجه، يعني في حته كده بذره كده بتحسس الانسان اللي هو موجود ان هو هيسيب اثر، ان هو هيستفيد بدوت ويعلم بيه غيره. ايوه بس دي في اخر الهرم يا ميرنا فوق والله. وحتى دلوقتي يعني اللي بيحط نيه ان هو بيتعلم حاجه عشان يفيد بيها حد تاني، لا هو بيبذل مجهود عشان يوصل للنقطه دي بالذات. تعدد النوايا اصلا حاجه مريحه جدا. يعني سبحان الله ان هي حاجه موجوده في ديننا، ان احنا بنتعلم. اي فعل بسيط، انت لو بتسقي الزرع وحاطط فيه نيه فانت بتاخد عليها ثواب. فيعني سبحان الله. فبس بعد ما والدتي بقى ان انا قلت ان هي السبب، كان اول كلاينت فريلانسنج كده من ناحيتها، لو حد محتاج حد مسؤول عن السوشيال ميديا بتاعته يكتب له كونتنت للاكاديمي بتاعته. كانت دكتور، فدكتور في مجال التربيه يعني الخاصه وكده. فيلا يا ميرنا جربي، كده مش منتظرين منك حاجه، انت لسه بتتعلمي وهم محتاجين حد، ماما الواسطه. فيعني ايوه بالظبط. فده كان اول حاجه بقى، اول علاقتي بالمجال. واستخدمت السكيلز بتاعت الفوتوشوب، ان انا كنت بعمل ديزاينز بسيطه. بصي هو بس انا عايز اقول حاجه، ان عشان بس ما ناخدش الكلام ده كريفرنس، هو احنا في ليفل مختلف دلوقتي. الام هي اللي بتجيب لها كلاينتس، انما احنا امهاتنا ممكن تبقى مش عارفه احنا بنعمل ايه، احنا بنشتغل على الراوتر. يعني في ناس كتير بالنسبه لهم او الاهل بيبقوا مش فاهمين اصلا شغلهم. فمش شرط مش شرط عشان نشتغل نبقى في كيس شبه دي. لا عادي جدا ان تبقى الكيس التانية او الجانب المظلم الاخر هو اللي احنا عايشينه. ده عادي. على فكرة انا عديت بالجانب المظلم ده، يعني انا عشان ماما توصل لدرجة ان هي فاهمة شغلي، ان تجيب لي حد عايز حتة معينة، انا دي قعدت معاها وقت يعني حبه حلوين ان انا بفهمها انا بعمل ايه. اللي هو انا شغاله على اللابتوب، فانت بتعملي ايه. هو الكونسبت بتاع الامهات كلهم ان هو احنا يعني شغالين على النت، لو انت الراوتر هيكسبك فلوس يعني.
فده عادي لان هي ملهاش علاقه بحاجه تكنيكال في شغلنا او حاجه ليها علاقه بالنت، هي كل شغلها مع اطفال. قعدت فتره ان انا بحاول اوصل لماما، بحاول اوصل لعيلتي، بحاول اوصل لاصحابي القريبين مني ان هم في مجالات برضو لهم علاقه بالتدريس، هندسه، مش عارفه ايه، ان انا افهمهم انا بعمل ايه. فده كونسبت ان هو انا بدات بالدايره الصغيره بيرسونال براندنج، بس ما كنتش فاهمه ان هو بيرسونال براندنج. ايوه، ان انا افهمهم انا بعمل ايه. بعد كده بقى جت مرحله ان هي خلاص هي فهمت الى حد ما انا بعمل ايه، فلو في حد اتكلم في الكونسبت دوت خلاص انا هجيب لك ميرنا اتفاهموا انتوا مع بعض. فده كانت يعني ما كانش الجانب المنير في الاول، لا عديت بالجانب المظلم. بالمناسبه بخصوص الجانب المظلم والجانب المنير، كنت لسه بتفرج على بودكاست امبارح. كان حد بيقول او ما كانش بينتقد، هو كان بيعلق على الناس اللي لما بتشوف حد نجح في حاجه فتبقى قاعده من ورا كده، الراجل ده عشان يعمل قاعد عمل استراتيجي معينه بالشكل الفلاني علشان خاطر ينجح، وهو في الاخر اللي عملها ممكن يبقى هو فاهم هو عمل ايه، بس هو ما كانش مخطط انه يعمل 1 2 3 4 ثم عشان يوصل هنا. لا، هو جرب مرة 2 3 4 10 في الاخر دي السكة اللي مشيت. ف وانت بتقولي ان ده الكلام اللي انت قلتيه. هو ناس كتير جدا ممكن تتكلم، او احنا كاودينس بيتابع اخبار ناس او سكسس ستوريز مختلفة او حتى فيلير ستوريز، مش لازم تبقى سكسس ستوريز. في الاخر احنا بنشوف تراك واحد اللي طلع فيه اوتبوت، لكن في خريطة مليانة كعبلة وطرق كتير مشينا فيها وما اشتغلتش. فانت ما بيظهر لكش غير اخر حاجة بس. فانا متفق مع كلامك ان اكيد في سقطات كتيره قوي قوي وعثرات ومواقف اللي هو انا لو انا ميرنا بتاعت زمان خالص وكنت شايفه نفسي دلوقتي، انا هقول ان انا لا يمكن اوصل، لا يمكن، يعني محدش هيعدي بكل دوت ويوصل. انا في حاجات في الباك اند خلاص، ما انا شايفه ان انا على اول سلمه، بس انا مبسوطه ان انا وصلت على اول سلمه. ده انجاز بالنسبه لي. يعني انا كان في موقف كده في الاي تي اي بقى بعد ما اتخرجت، انا قدمت برضو في تراك الاي تي اي، فانا عندي كان شويه مشاكل، انا مش عارفه اكمل ورقي عشان ابعته للاي تي اي، ودي كانت فتره برضو صعبه. يعني احنا كان عندنا فتره بعد ثانويه ان انا دخلت كليه انا ما اعرفهاش، الفتره الثانيه بقى اللي كانت صعبه شبهها، انا مش عارفه اقدم في الاي تي اي، ورقي ناقص. وسبحان الله اللي هو يسرها برضو لما رحت الفرع هناك بتاع السمارت فيلج، كان في باشمهندس هناك يسر لي الامور، ربنا ييسر عليه يا رب. فهي سبحان الله هي جت بتدابير ربنا. يعني انا بسعى وما اعرفش ده هينجح ولا لا، بس هي جت كده. بعد ما خلصت الاي سي اي دي برضو انا ستيل لسه باخد حاجات فريلانسنج، بس مش شغاله في الشغل بقى في الماركتنج دايركتلي. قدمت بعد ما خلصت الاي سي اي وعملت البروجكت بتاعي، اشتغلت شويه فريلانسر ويب ديفلوبر، ان انا كنت متخصصه ويب ديفلوبمنت، كملت شويه حلوين وبعدين زهقت من قعده البيت، مش بتاعتي، انا شخص اجتماعي. من قعده البيت ما انا جايه لك بقى، انا قعدت سنين دلوقتي اهو في قعده البيت. قعدت شويه خلاص بقى مش قادره. تبدا بقى المرحله اللي بعد كده، انا ما اشتغلتش في الماركتنج ومش شغاله شغل في شركه كفول تايم مش شغاله في شركه كفول تايم فرونت اند ويب ديفلوبر، فما فيش حاجه قدامي. نزلت فين؟ نزلت مستشفى، مجال تماما بعيد على دراستي. انا عايز انزل اشتغل، فانا هنزل اشتغل اي حاجه بقى هنزل فيها. كنت نازله على اساس حسابات، وبعدين ما جاتش معايا خالص. هم معتقدين ان هو خلاص بقى يعني طالما تجاره فحسابات، ما جاتش معايا. اشتغلت بقى كل حاجه. انا اتعلمت اشعه، اتعلمت اعمل رسم قلب، العيادات دخلت فيها، بقيت ماسكه الميديكال انشورنس بتاع الناس الموظفين عادي، مسكت الميديا شويه، دخلت بقى في جزء الماركتنج في الحته دي، بقيت ماسكه الفيسبوك بتاعهم، الواتساب جروب الكوميونيتيز اللي موجودين فيها، بوستز، حاجات ميديكال شويه. بقيت اتعلم هما بيتكلموا ازاي، لغه الدكاتره ازاي بيتعاملوا مع الناس ازاي. انا اكتسبت شويه سكيلز من الفتره بتاعه المستشفى دي فظيعه، بس ما قدرتش اكمل نفسيا، ما كنتش مستحمله. خلاص بقى دي مش مكاني، مش الكور بتاعي.
نقلت من هنا على مكان ده بقى كانت بدايه ان انا ادخل في شغل الماركتنج كفول تايم. كنت رايحه كمان كيوتيوب سبيشالست، محدش كتير يعرف الموضوع دوت، بس انا ماسكه اليوتيوب كSEO بقى، اشوف الفيديو ينزل ازاي، الريفرنس بتاع الثامبنيل، كل حاجه بقى. طب ما تكلمينا عن الموضوع ده اصلا. انا يعني بشكل بصي حاولي تختصريه قدر المستطاع يعني علشان الفيديو يرانك على اليوتيوب او لما الناس تسيرش، هو في الاخر سيرش زيه زي جوجل، فانا متفهم ان فكره الفكره اللي انت بتقوليه. ايه الحاجات اللي ممكن نبقى بناخد بالنا منها واحنا بنعمل ده؟ اولا لما تيجي تسرش عن فكره معينه، يعني انا هتكلم مثلا عشان انا كنت في المجال التعليمي، فالطلبه بتفكر ازاي لما تيجي تكتب الكلام، هتكتبه بأنهي طريقه. ده كان اول حاجه ببدا ادور عليها. لو لما يجوا يكتبوا مثلا عن درس معين هيكتبوه الطريقه بتاعتهم ازاي، فابدا اخد الكلمات دي اطلعها على احنا عندنا طبعا تولز بنستخدمها عشان نشوف بالظبط. في تولز كتيره بقى خاصه كمان باليوتيوب، يقول لك الفوليوم بتاعها قد ايه، الكومبيتيشن على اليوتيوب خصيصا مش على اليوتيوب. فبنبدا ناخد بقى الكلمات دي، نبدا ان احنا نظبط الفيديو بتاعنا، سواء نحط الكلمه دي لو السيرش بتاعها عالي، الكومبيتيشن بتاعتها قليله شويه، نبدا نحطها في التايتل. نفس الكونسبت بتاع الكيورد ريسيرش بتاع المقالات بالظبط. عادي جدا. وبنبدا بقى نوصف الحاجات دي في الفيديو ديسكريبشن. برضو ستيل جزء ان انت بقى بتحط الثامبنيل الريفرنس بتاعه، عشان حتى الطلبه لو العنوان يعني مش جاي في دماغها دلوقتي، بس هو الثامبنيل هيربطهم بطريقه ما ان هم يدوسوا على الفيديو. تبدا ان انت تربط الفيديوهات بعضها عشان حتى يوتيوب يفهم ان هو ليهم علاقه ببعض، فلما يفتح فيديو كذا يظهر له فيديو كذا. الموضوع كان ممتع الصراحه، ودي كانت اول تجربه ليا. انا كنت داخله ما اعرفش يعني ايه اصلا يوتيوب، ما كنتش فاهمه هو بيشتغل ازاي، فكانت تجربه حلوه الصراحه، اتعلمت فيها كتير. من هنا بقى بدات اكتب سكريبتات، افهم يعني ايه اصلا ريل، الكونسبت بتاعه، السايكل بتاعته اكتبها ازاي، ايه الحاجات اللي الطلبه بتدور عليها، ايه الحاجات اللي مهم ان هم يفهموها، الترتيب بتاعه ايه اللي يشد الطالب ان هو يكمل الريل دوت من لا. ودي برضو كانت اول تجربه ان انا يعني انا مش عارفه اكتب ريل، انا مش عارفه اكلم المدرسين ازاي عشان يبداوا يصوروا الحاجات دي. بدات اقف في لوكيشنز عشان اشوف لا انا عايزه التصوير بالزاويه دي، طب انا عايزه الحركه دي، طب اعمل لي مش عارفه ايه. فدي برضو كانت سكيل عظيمه. ده اللي خلاني بقى بدات لا انا عايزه اكتب. انا الكتابه انا شاطره فيها، حتى لما بدات اكتب سوشيال ميديا كونتنت لا انا داخله فيها. رجعنا بقى نفتكر ايام زمان. فاللي هو لا انا عايزه اكمل. يعني انا الموضوع ده خلاص بقى، انا عايزه حاجه يبقى كوميونتي شبهي، حاجه اقدر ان انا وانس ان انا نسيت حاجه لا انا عايزه ارجع افتكر الحاجات دي، عايزه حد يساعدني، مش عايزه ابقى لوحدي، مش عايزه اعمل حاجه غلط. فبدات بقى اتعلم. من هنا جت فكره ان هو ميرنا كفايه كورسات ابوس ايديكي. انا دخلت الفتره دي في كميه كورسز مش طبيعيه، وكنت بدفع فيها مبالغ. انا في حاجه انا يعني مش هتكسف ان انا اقولها، لان يعني لولاهم برضو انا ما كنتش هوصل في الحته دي. انا عندي نقطه ان انا لو مش قادره ان انا ادفع في كورس، او مش قادره ان انا اجيب حاجه دلوقتي، انا بدخل اكلم الشخص المسؤول، يا فلان انا عندي دلوقتي انا عايزه ادخل الكورس ومش عايزه اسمعه مسروق او ان انا اخده مع حد تاني، فانا عايزه اخده بس انا معيش المبلغ بتاعه دلوقتي. فانا ممكن بعمل بلان ان انا ازاي اكمل البيمنت. انا دي حاجه عمري ما اتكسف منها خالص، لان بجد انا لولاها ما كنتش هوصل للحاجات اللي انا عايزاها. فيعني كتر خيرهم وربنا ييسر لهم يا رب. كل واحد فعليا انا قلت له الموضوع دوت وهو ساعدني فيه، كان سبب كبير قوي في ان انا يعني استنفع بالعلم دوت. فبدات اللي هو خلاص بقى انا ناقصني الحته دي، فابدا اخد فيها كورس، ناقصني مش عارفه ايه ابدا اخد فيها كورس، لحد ما وصلت بقى خلاص انا عايزه ادخل الكوميونتي. لما لقيتك انا حتى انت يعني كنت منزلها في اكتوبر، انا دخلت على اول السنه بعدها بشهرين، اللي هو لحد خلاص بقى انا هظبط نفسي. حتى انا جيت قلت لك برضو نفس الموضوع ان انا هدفع البيمنت بس على وقت معين. فخلاص بعد بقى ما دخلت الكوميونتي اللي هو ايه ده، عارف اللي هو ايه ده المجتمع دوت هو ده بالظبط يعني حرفيا. بعد ما دخلت الكوميونتي مبدئيا انتوا كنتوا عاملين قبلها كورس باك اند كوبي رايتر قبل ما نجمعهم والورشه قبلها فانا كنت عايزه ادخل الحاجات دي، بس حقيقه يعني ما كانش عندي انترست في الوقت دوت، ما كانش عندي وقت، وانا الاثنين مهمين قوي عندي. مؤخرا بقى عامل الوقت ده صعب، بس يعني بقيت بدوس.
فقلت خلاص دلوقتي الكوميونتي موجوده والكورس موجود، ما كنتش حتى لسه ربطتهم الاتنين ببعض، فدخلت اول سنه الكوميونتي بس. ساعتها كنت انا داخله لهدف، انا مش عايزه ابقى لوحدي في المجال، انا عايزه وانس ان انا وقعت في حاجه الاقي حد يسبورت معايا، عندي سؤال، عندي حاجه مش متاكده منها، لا في حد هيسبورت معايا. وده حقيقه انا لقيته في اول سنه. جيت بقى بعد تاني سنه في التجديد كنت ضميت الاتنين مع بعض، فقلت فرصه انا هاخد الكورس يلا بينا. طالما انا ما اخدتوش بقى لايف فهو اوريدي السيشنز مسجله واحنا هندخل ميتنجز مع بعض، وكده كده لو في حاجه واقفه معايا هسالك. بدات بقى الرحله. الكورس حقيقه يعني بجد كان فيه كميه تفاصيل مش طبيعيه. انا كل ما اجي ابدا سيكشن، اول حاجه كان الماركتنج اصلا هو ايه، الحاجات الاساسيه اللي فيه، الفرق بقى ما بين النيدز والوانتس والديزايرز وكل الحاجات الجميله دي، انا بلاقي فيها تفاصيل محدش في العادي بيقولها. او لو عايز تدخل كورس بقى وتدفع دم قلبك فيه حرفيا عشان تعرف المعلومات الصغيره دي، هي معلومات صغيره بس بتفرق جدا، ان هي الاساس. بدات دوت، وطبعا جيت وقت كسلت فيه، كسل عند الناس كلها. جيت قلت لي ان هو يلا بينا نبدا وهتابع معاكي، نتابع البروجرس، اللي هو خلصي جزء معين وقولي لي. جيت في فتره عملت كده فعلا، كل الناس اللي كانت عايزه تبدا يلا ها تعالوا. بجد كانت فرصه، اللي هو ما فيش حد في العادي هيجري وراك يقول لك كمل الحاجه الفلانيه. يعني انا كنت علشان بخطط نعمل تريننج، فعايز الناس اللي ايه، اللي لسه ما ذاكرتش الكورس تلحق تخلصه قبل التريننج. فعملنا كل اسبوع كده بندخل نراجع على سيكشن من السيكشنز بتاعت الكورس، واللي ما بدأش يبدأ علشان هندخل التريننج لازم نبقى مخلصين. ولو حد عايزني اتابع معاه البروجرس يبعت لي اخر كل يوم يقول لي بالظبط. بس انا حتى دي انا فوتها، يعني حتى الكونسبت بتاع ان احنا ندخل بتاع المراجعه دوت انا ما كنتش بحضر. كنت شايفه ان هو انا لحد دلوقتي انا ساتيسفايد باللي انا عايزاه من الكوميونتي وباخده، لحد ما بدات تعلن عن التريننج قبلها بقى اللي هو ستوب هنا بقى، انا لازم ارجع اخد الكورس. ساعتها حتى لما جيت كلمتك قلت لي خلاص ابدأي، وبعد كل فيديو او بعد كل سيكشن خلصي يعني حددي وقت معين في اليوم خلصيه وتعالي قولي لي انت استفدتي ايه منه. فانا كنت بعمل ده، انا عندي نوت كاتبه فيها كل بقى النوتس من السيشنز، واي حاجه بقف فيها اروح جايه سالك، فتروح باعت لي فويس نوت تشرح لي فيها اللي واقف معايا. فده بالنسبه لي كان يعني حاجه جميله جدا. انا مش لوحدي، انا كل دوت لسه الرحله فرديه، لسه ما دخلتش مع تيم، لسه ما دخلتش باقي الحاجات دي، لحد ما قلنا ايه يلا تريننج. قبل التريننج عايز اقول ان في الكوميونتي دايما في فرصه، فوتت الكورس فوتت المراجعه فوتت لما كنت بقول لهم هتابع معاكم، لسه في فرصه، ولو جت النهارده لسه في فرصه عادي. دي حقيقه، انا كميه الفرص اللي اخدتها يعني ما حدش كان يقدر يستحملها الصراحه. بعديها بقى بدأنا التريننج. اول حاجه في التريننج يعني احنا بس وانس ان احنا فهمنا احنا نشتغل على بروجكتس ايه، احنا اخدنا بريف في الاول احنا هنعمل ايه في التريننج، فده بالنسبه لي كان حلو، خلاص انا عارفه انا هشتغل على ايه. بدأنا لقيت ان كل حاجه في الكورس في السيشنز اللي كانت متسجله لا احنا بنرفلكت عليها في التريننج، احنا بننفذها بايدينا، احنا بنجرب حاجات جديده. انا في حاجات كتير قوي جربتها في التريننج كانت لاول مره، لان انا ما جاتليش فرصه ان انا اشتغل على الاندستريز دي في شغل بره. بدات اول سيشن بقى واحنا بنقسم التيمز، السيشن دي كانت فظيعه، كان الميتنج دوت بجد كان فظيع. انا دخلت مع تيم يعني يسعدني اقول ان انا ان انا بفتخر حرفيا ان انا اشتغلت مع التيم دوت، سواء ان احنا عملنا افكار مع بعض، اشتغلنا طلعنا اوتبوت مع بعض، حتى الميتنجز بتاعتنا انا كل واحده فيهم كنت اتعلم منها حاجه. وده كان اول مره ابقى تيم ليدر في حاجه، اللي هو انا في العادي في اي سيفل وورك كنت بدخل حاجات كبيره وبمسك معايا تيم وبتاع فعادي، بس كون ان انا اطبق دوت على مجال شغل الموضوع دوت كان بالنسبه لي صعب. انا كنت برضو من بعيد شايفه الفكره اللي هو لا صعب، انا مش هقدر اليد، مش هقدر ان احنا نشتغل مع بعض عشان نطلع شغل شخص واحد، لا الفكره نفسها صعبه. بدات واحده واحده وهم كمان ساعدوني في الموضوع دوت، لا انا اكتسبت السكيل. كلمينا عن كل حد في التيم لو سمحت. موضوع صعب بجد، بس حاجه مميزه في كل حد. ماهينور في الاول، يعني خليني ابدا بماهينور عشان احنا كنا داخلين يعني
حاسه ان لا انا مش هقدر اليد، لان انا خايفه ان يحصل في حاجه ما بيني وما بينها بجد. بس هي طلعت طيبه جدا، اللي هو ليه يا بنتي ده ليه بتخوفي الانسان ليه؟ بس يا جماعه لا، هي في العادي لا، هي حد شاطر وبيتعلم. هي بتعمل ماستر MBA اصلا برضو في الماركتينج، فهي حد برضو شغوف بالتعلم، فلقينا في حاجه مشتركه ما بيننا، حد عايز يجرب برضو. كذلك آية ربنا يعينها. آية يعني مامي وعندها اطفال، فاللي هو انت بتعملي ده وده ازاي؟ انا برضو بالنسبه لي انا كاميرنا شايفه الموضوع صعب، فلو انت ربنا يعينك. وبجد كانت بتطلع حاجات جميله قوي. بالنسبه لي امل شخصيه جميله وسبورتر جدا جدا، هي وفاطمه. يعني كان اي حد بيستك في حاجه لا بيقعدوا يسبورتوا معايا وبيحبوا يتعلموا. يعني افتكر امل في جزء كانت فيه حاجه يعني لسه برضو اول مره بتجرب فيها السكريبتات، اول مره بتجرب فيها، وبعدين جيت قلت لها خلاص خليكي اسبوع اكتبي كل يوم، اكتبي كل يوم سكريبت. فكانت بتكتب وتبعته. بجد انا كنت بدخل اللي هو ايه يا من عملنا ايه في سكريبت النهارده، انا خلصته، اللي هو ايه ده، انا فخوره بيكي بجد. ان هي حاجه هي مش ملزمه ان هي تعملها، ما عليهاش بوينتس، ما عليهاش اي حاجه، بس هي كانت عايزه تتعلم ده، عايزه ان هي تجرب. فبجد انا كل واحده فيهم في التجربه بتاعتها ورحلتها معايا في التيم، لا انا اتعلمت منها. احنا على فكره الميتنجز بتاعتنا كانت بتقعد برضو ساعات كتير، يعني احنا كنا بنعدي لحد الساعه 1 مثلا 2 بالليل واحنا شغالين مع بعض. ده هم مع بعض، انا ماليش دعوه والله. انا ده بعيد اول 25 انا حمزه تاني خالص. الميتنجز اخرها ساعتين. طبعا يا جماعه احنا كنا بنقعد في الميتنجز كتير قوي، يعني احنا كنا تقريبا ممكن نصلي الفجر مع بعض عادي. فلا انا كل واحده فيهم لا ليها بصمه في التيم. حتى في اي ميتنج ما بيننا واحنا بنطلع افكار، اي برين ستورمينج، لا احنا كل واحده احنا وانس ان واحده فينا طلعت فكره ايه ده، طب ما نبني عليها، طب ما نكمل، مش عارفه ايه. في الموضوع دوت لا كان مفيد. ودي بالمناسبه حاجه الكوميونتي مختلفه بيها عن اي حد تاني، عن اي حد بيدي كونتنت في الماركتينج. كون ان انت تدخل مع تيم، كون ان انت تجرب الحاجه باكتر من شكل، كون ان انت عايز تجرب حاجه معينه ومش شاطر فيها وغيرك شاطر فيها، فانت تبدا تجرب وهو يراجع وراك، يريفيو الشغل بتاعك، فتتعلم منه. هي الطاقه بتنتقل لما بيحصل تلامس كده. دي حقيقه. تلج وحطيه على ايدك، هتلاقي الحراره بتنتقل من ايدك للتلج. فهي الخبرات نفس الموضوع. لما يبقى في حد عنده اكسبيرينس في حاجه وحد ما عندوش، حطيهم جنب بعض كده وصبروا في الاخر. اول ما بتحطي التلج بيلسعك عادي، بس لو صبرتي هتلاقي الحراره بتنتقل. ففي الاخر في حد بيبقى محتاج يصبر شويه، او كل حد محتاج عنده شيء من الاكسبيرينس في حته، هو محتاج يصبر سيكا، وهتلاقي الخبره بتنتقل وبيبقوا ماشيين مع بعض كويس، على الاقل بيفهموا بعض. لو كان كل حد بقى مميز في حته، فبتلاقي فيه تبادل من ده لده في حته، وتبادل من ده لده في حته تانية، وهكذا. وده اللي بيحصل اصلا. دي حقيقه. ويعني الصراحه انت كنت موفق في تقسيمنا حرفيا، يعني هم شبهي في حاجات كتير. ان الطاقه نفسها، الروح، حبنا للحاجات اللي احنا بنعملها، فدي فرقت الصراحه معانا. جه في بالي الكوميك بتاع الناس كلها مبهوره ان انت بتاخد الريسك، انت مش عارف ان ده ريسك اصلا. دي حقيقه. انا في الاخر كنت بسالهم في الميتنج، لو هتعملوا ميتنج مع بعض هتعملوا ميتنج الساعه كام، وبقسمهم حسب الميعاد مش على حسب التوافق. ده من اول حاجه التوافق بتاعنا، ان احنا مناسب معانا بالليل، احنا مش نافع معانا اي وقت تاني. فسبحان الله. فبجد لا يعني التيم دوت كان الكونسبت بتاعه كويس جدا جدا. اللي هو انا كان عندي مشكله في كورسز معينه، النوليدج كويسه الحمد لله، المعلومات اللي باخدها كويسه، انا كميرنا ممكن اعرف اطبق حاجات لوحدي، بس انا ستيل لوحدي. انا عملت الحاجه دي ما عملتهاش، فهي لنفسي. بس لا في الكوميونتي انت لازم تعمليها، ومش لازم تعمليها اللي هو اجبار، اللي هو لا كتاسك، لا انت لازم تعمليها عشان تتعلمي، عشان انت حابه الموضوع دوت، فتاخدي اكسبيرينس، تجربي بنفسك، انت مش هتخسري حاجه. فده كان كونسبت بالنسبه لي مهم، اللي هو يلا بينا خلاص. كمان كان في نقطه مهمه تانية وهي الفيدباك. انا كان بالنسبه لي مهم قوي ان انا اعمل اي تاسك اخد عليه فيدباك، يعني دي حاجه بالنسبه لي اساسيه.
ودي ستيل برضو ما كنتش بشوفها في كل الحاجات اللي انا رحتها. لو انت عملتيها تمام ما عملتهاش خلاص، بس كانت نقطه الفيدباك عندنا كمان مختلفه بليفل اعلى. انا مش مجرد باخد الفيدباك على شغلي لوحدي، انا باخد على شغلي وشغل التيم وشغل التيمز التانية. فيعني انا مش بتعلم من اخطائي لوحدي، انا بتعلم من اخطاء التيم اللي انا بليده عشان ما نكررش نفس الحاجه تانية، وبتعلم من اخطاء الناس التانية. هو على فكره فكر ان التيم يبقى شغال مع بعضه كان غرضي منه اني اعالج نقطه، وهي ان خليني اسالك سؤال عشان الامور توضح. انا لو كتبت بوست انتي هتعرفي من اسلوبي ده ان انا اللي كاتبه، من اسلوب الكونتنت، من غير ما تبقي شايفه هو تبع مين. لو عرفتي دي تبقى ميزه ولا عيب؟ ماشي. لو دلوقتي لو بتكتب لنفسك كاحمد ايوه حمزه، بصي انت رجعتي تقولي لو بتكتب لنفسك ده هعرفه ان هو ده اسلوبك. لو هتكتب لبراند تاني مش المفروض تعرفي. ايوه فانا كان غرضي من تجميعة الناس انهم يتعودوا يطلعوا بره اسلوبهم الشخصي. خلاص انت ميرنا بقت مجبرة، هي ونور وفاطمة وآية واسماعيل وحسين، انهم يكتبوا بفويس واحد. دي حقيقة. ايا كان بقى هيتغلبوا على ده ازاي، في حد هيأدت في الاخر، فبقوا عارفين ان في مشكلة هنا. الإيديت ده بقى بيتعمل بشكل كامل على كلام حد بعينه، فده معناه ان الحد ده عنده ويك بوينت في الحتة دي، مش عارف يظبط الفويس وهكذا. واعتقد ان انتوا اصلا كنتوا اوقات تروحوا تكتبوا باللغة البيضاء شوية وبتجبروا نفسكم انكم تعملوا كده. قوي بجد. كانت من اكبر المشاكل اللي واجهتنا ان احنا نطلع شغلنا شغل واحد وبالفويس بتاع البراند اللي احنا شغالين عليه. احنا كان كل واحدة بتكتب بستايل مختلف، بطريقة مختلفة، بتون مختلف. فاللي هو نيجي بقى نجمع الكلام مع بعض عشان نعمل كامبين، ميني كامبين كده، مش جاي مع بعض. انت حاسس لو حد اودينس، واحد من الاودينس بيقرأ الكلام دوت، لا هو هيعرف ان كل واحد كتب حاجة مختلفة. وبقى عادي انك تطلعي فكرة وحد غيرك يكتبها. ده حصل، وده ما كانش ما اعتقدش انه كان عادي قبل كده. ان هو الموضوع كان صعب. دي فكرتي انا، يعني انا متمسكه بالفكره بتاعتي. دلوقتي لا، دلوقتي انا ممكن اطلع فكره، حد تاني يحط الدرافت بتاعها، وحد اخير يفاينلايز الفكره، وتطلع في الاخر باوتبوت قدامنا. فاللي هو لا، وبنبقى فخورين بان احنا عملنا ده، بان ده نتيجه عمل جماعي. فدي حاجه كويسه، لان احنا اصلا في الشغل مش شرط ان كل واحد يشتغل لوحده. يعني الفرصه ما بتجيش لكل شخص ان هو يمسك البراند دوت لوحده، لا بيبقى في تيم، يعني في ايجنسيز، في ايا كان اللي بتشتغل عليه، البراند اللي بتشتغل عليه ممكن يبقى فيه اكتر من حد بيكتب الكونتنت. فازاي بقى توصل مع الشخص التاني ان انتوا تطلعوا حاجه لما حد يشوفها يقول ده بتاعت براند الفلاني. ولو اشتغلت على براند لوحدي الشهر ده، ما انا ممكن ما اشتغلش عليه الشهر الجاي وارجع اشتغل عليه كمان شهر. في حد اشتغل في النص، ما في الاخر لازم يبقى نفس البرسوناليتي بتاعت البراند كلها واحد. فدي كانت عقبه كبيره، واعتقد ان احنا بدانا نتغلب عليها في نص التريننج لحد ما وصلنا في الاخر خلاص احنا قادرين ان احنا نكتب بالفويس بتاعت البراند، مش بفويس حد فينا. فدي كانت يعني حاجه جامده قوي. اللي هو ايه ده، احنا قدرنا نعمل دوت. وانا ما كنتش مستوعبه فكره ان انا ماسكه تيم تحتيه ونطلع الحاجه دي. يعني كانت بالنسبه لي فكره مستحيله. اللي هو انا حتى اي شغل كنت بدخل فيه اللي هو ميرنا امسكي لا مش عايزه ابقى مسؤول، لا مش مسؤوليتي. ودي فعلا جات لي فرصه في شغلي ان انا ميرنا خلاص انت هتمسكي البروجكت كامل وهيبقى تحتكي حد، او ان انت بتليدي حد. لا انا مش هقدم اساسا. انا طلعت افكار واشتغلت على الحاجات اللي كانوا طالبينها عشان نقدم في دوت، وقدمتها، بس انا مش عايزه التايتل ده ومش عايزه البوزيشن. خلاص انا بكتفي ده. ففكره ان انا اجرب ده واطلع اوتبوت والناس تقول لي كلام حلو عليه، ده كان انجاز. دي سكيلز حوالين التكنيكال سكيل نفسها. انا دي نقطه لسه جايه لها. فحته الفيدباك خلينا متفقين ان انت ما بتتعلمش بس من اخطائك، لا انت بتتعلم من كل شخص حواليك. فانت يعني حتى في عقلك اللاواعي لما تيجي تجرب الحاجه دي تفتكر انه باشمهندس احمد كان بيكومنت على الحته دي للشخص الفلاني ان هو ما تعملهاش بالشكل ده، او لا كان. انا بقيت لما بعمل شير سكرين دايما بكبر السكرين حتى لو منها مش موجوده. انا اي ميتنج باشمهندس ممكن تكبر لي، اعمل لي زوم. اعمل زوم شويه، فخلاص انا بقيت عارف ان الشاشه حجمها كبير شويه فزوم. فلا فهو خلاص عقلي اللاواعي انا بقيت فاهمه الحاجات دي. فدي بالنسبه لي
سكيل كبيره مش اي حد بيتعلمها، ومش بيتعلمها كمان بالطريقه السهله الايزي واي، لا هي بتيجي بالهارد واي. فكون ان انا اتعلمتها وانا بعمل في تريننج مش شغل، فاجي اطبقها في شغل فاعرف، فدي بالنسبه لي كان عاش قوي. نيجي بقى لنقطه تانية، نقطه ان انت مش بتتعلم سكيل الكونتنت بس، لا احنا في حاجات كتيره قوي لفينا حوالين، احنا ماشيين في المجال في كل حته بنفهم هو ايه. يعني انا خليني اذكر حته في الكورس، حته الفيجواليزيشن، ان دي ما بشوفش حد بيتكلم عنها، ان انت ازاي تعمل داشبورد، ان انت ازاي تفهم الارقام، محدش بيتكلم عنها. طب يا جماعه دي مهمه في شغلنا، ان انا ازاي اقدر اشوف الريزلت بتاعت شغلي عشان بناء عليه اقيمها. اللي هو ايه ده، يعني انا حتى اول ما فتحت الكورس اللي هو انا نزلت تحت، دي اول حاجه انا بصيت عليها، يعني بالنسبه لي التايتل غريب. اللي هو وبعدين لما بدأنا بقى في التريننج نشوف ان انت ازاي بتعمل الداشبورد، ازاي بنشوف شغلنا احنا يعني جرافس بقى، ونقدر اللي انا كنت بعمله لكم بتاع البوينتس والحاجات دي فاللي هو لا الموضوع فارق. بدأنا ان احنا نمشي سيشنز نتكلم عن البرفورمانس ماركتنج، نتكلم ازاي نقدر نستغل دوت، نتكلم ازاي حد مثلا زي اخر سيشن دي الفويس اوفر وانت اصلا في مجال تاني، وازاي تقدر تستخدم دوت في مجالك. احنا بدأنا اي حد بيواجه مشكلة هو بس مجرد ما بيقولك او بيملى فورم الفيدباك ان هو يقولك احنا محتاجين نعرف النقطة دي. انا دي ببقى مبسوطه بيها قوي، ان هو حد في سؤال جه في باله وجه قالك عليه، عملنا سيشن مخصوص ان احنا نتكلم عن التوبيك دوت، ان هو تفاصيل بقى، انت مش مجرد بس بتعرف الحاجه اون ذا فلاي كده وخلاص عرفتها وخلصت، لا احنا بنعمل ميتنج اون ذا فلاي. دي يعني على الطاير دي باللانجويج بتاعت الكابتن جيمي ولا ايه؟ لا بالانجلش العادي. فبقت حاجة مهمة ان كل واحد عارف ان هو هيلاقي يعني مش هيسأل سؤال نفسه ومش هيلاقي اجابة، هيقعد يدور عليها، لا انت بتساعده. فبقينا مش بس متمكنين في حتة الكونتنت والبروسيس بتاعتها، لا احنا في جزء الماركتنج كامل احنا عارفين البروسيس. انت على طول بتقول لنا it's all about the process. حتى عملت السيشن دي كانت اول مرة اقابلك فيها in personal يعني، في السيشن بتاعت it's all about the process. فاللي هو لا خلاص انا في دماغي في process، يعني خلاص هي انت بتظبط المايند سيت بتاعت اي شخص. شكرا والله. في حته ان انت بتظبط المايند سيت بتاعت اي حد، انت مش بتمسكه من حته معينه، لا انت بتخلي كل واحد فاهم البروسيس كامله ازاي، لدرجه ان احنا حتى بقينا بنتناقش احنا الديزاينر نكلمه ازاي، نديله ريفرنس ايه، نعرفه اللي احنا عايزينه ازاي. طب لو احنا هنشتغل مع حد تاني كفويس اوفر هنتعامل ازاي معاه، هنوصل له الريفرنس بتاعنا ازاي. فما بقيتش انا بس بتعامل كاني شخص لوحدي في المؤسسه، لا انا بتعامل ان انا بمايند سيت كل واحد بيفكر ازاي، انا حاسس باللي حواليا وعارف كل حد بالزبط بيشتغل ازاي. فده سهل علينا، لان ناس كتير قوي بتيجي تشتكي اللي هو انا مش عارفه ادي الدرافت بتاعي او الريفرنس للديزاينر، انا مش عارفه اتعامل مع فلان اللي معايا في التيم او اتواصل معاه ازاي. فدي برضو سكيل كويسه اتعلمناها، الكوميونيكيشن. فلا احنا مش بنتكلم عن مهاره واحده ان انت ازاي تكتب كونتنت، ما دي اي حد ممكن يتعلمها في اي حته، بس لا احنا بنتكلم عن انت ازاي تكتب صح، وازاي تربط كتابه بكل حاجه حواليك، ان انت ازاي تقفل السايكل بتاعتك. انت لو رحت اشتغلت لوحدك في مكان وانت اللي ماسك كل دوت، انت فاهم كل حاجه، فتبدا ان انت تدي. بيحصل لما حد بيشتغل ان هاوس كتير، هو بيبقى حد لوحده وبيستعين بفريلانسرز كده بالظبط. فانت عمال بتتعلم سكيلز طول ما انت في الكوميونتي. في نقطه تانية حلوه قوي، الجروب بتاعنا على الواتساب، اي حد مهما كان عنده تساؤل، عنده حاجه في شغله عايز يريفيو عليها، يبعت على الجروب، كلنا بنرد، ودي حاجه جميله. انا مش فاضيه هلاقي غيري رد، ما ببقاش خايفه من نقطه ان هو السؤال يفضل من غير اجابه. فبالنسبه لي دي نقطه حلوه قوي، اللي هو انا برضو لاقيه السبورت في اي وقت، مش مجرد حتى وانس ان احنا خلصنا السيشن فخلاص بقى باي باي مع نفسكم، لا احنا مستمرين مع بعض. فدي لا دي خلينا اقول يعني انت لممنا من كل حته تقريبا. الحمد لله. طيب لو احنا يعني خلاص قاربنا على نهايه اللقاء بتاعنا، فعايزين هنختم بايه؟ طيب انا كنت حابه اقول كذا نقطه بخصوص الكوميونتي، لان انا بعتز بيها جدا. مين يدخل الكوميونتي؟
يعني من وجهة نظري ومن الناس اللي اتعاملت معاها، اي حد فريش هيستفيد منها جدا، لان هو هيبقى فاهم من اول الاساسيات وهيعرف البروسيس، ودي هتفيده جدا. اي حد برضو عامل شيفت كارير ده برضو هيستفيد منها، لان هو كان في كارير ومايند سيت معينه، هيدخل يغير المايند سيت بتاعته ويبدا يتعامل بالكونسبتس بتاعتنا. اي حد شغال في المجال يدخل الكوميونتي هيلاقي سبورت، هيلاقي لو دخل في اي اندستري جديده هيبدا ان هو لو استك في حاجه هيبدا ان هو يسالنا، هيلاقي ناس بترد عليه ومساعده. كمان عايزه اتكلم عن نقطه في الكوميونتي، يعني لو انت لسه داخل ومتعرفش اي حاجه تبدا تستغلها ازاي. عندنا الويب سايت، يعني انا عايزه اقول ان ده كنز، زي ما بيقولوا هيدن جيم كده، فده ويب سايت هيدن جيم. هتلاقي عليه كورسز فري، هتلاقي الكورس بتاع وانس ان انت اشتركت في الكوميونتي والباك اند هتلاقي فيه الكورس، الميتنجز بتاعتنا بتتسجل وبتنزل. استغل كل حاجه فيها. انا كان في كونسبت بعمله حتى لو انا مش لاقيه وقت، بس انا مخصصه وقت لان انا اذاكر جزء معين من الكورسز دي. وعندي كمان نقطه ان انا لو في حاجه انا نسيتها مش عارفه اوصل لها، بدخل ابص عليها الاول على الكورس اللي هي ايا كانت انا بلاقيها على الويب سايت. فابداوا ان انتوا استغلوا الويب سايت، كل حاجه فيه. اي حاجه تقف معاكم ابداوا اسالوا باشمهندس احمد، هو بيرد يعني شكرا والله انا تعبك معايا. ابداوا اسالوا فيها. كمان اتعلموا من الناس اللي معاكم، يعني انا دي نقطه مهمه قوي. في كونسبت كده بيقول ان انت لما بتبقى داخل عشان تتعلم حاجه معينه فانت هتركز عليها بس مش هتتعلم الحاجه اللي جنبها، يعني دماغك طبيعي ان انت هتركز عليها. ادخلوا بنية ان انتوا تتعلموا من اي حاجة ومن اي حد، انتوا عندكم باث عايزين تتعلموا وعايزين تمشوا عليه، بس ما فيش مانع ان انتوا تبقوا شايفين الحاجات اللي حواليه، ده هيفيدكم جدا جدا جدا. الناس اللي في الكوميونتي هيساعدوكم في ده، لان هما كل واحد عنده اكسبيرينس مختلف، كل واحد ماشي في طريق مختلف، فهتساعدوا بعض. دي النقطة كمان انا كان يعني نسيت اذكرها قبل كده، بس حتة ان في بوينتس وفي كومبيتيشن ما بيننا، الحته دي برضو هتشجعكم ما بينكم وما بين بعض. وفي الاخر البوينتس دي انتوا ممكن تعملوا بيها ايه، ممكن تصرفوها عادي وتاخدوا كونسلتيشن سيشن زي ما انا عملت. فدي حاجه برضو باشمهندس موفرها لنا، ان احنا اي وقت احنا محتاجين ان احنا يعني دماغنا متكركبه. يعني انا بالنسبه لي السيشن دي انا كنت دماغي متكركبه تماما، مع اني يعني زي ما هو قال ان انا عارفه الستبس اوريدي. انا كنت داخل احصرك على 1000 بوينت بس انا ما زعلتش عليهم على فكره. رتبت دماغي. كنت داخله سوق جديد وما اشتغلتش فيه قبل كده وانا مش عارفه ابدا منين، انا خايفه، يعني انا ستيل برضو نقطه الخوف دي. رتب لي دماغي، انا كنت مبسوطه جدا في قمه ساعتي اللي هو 1000 بوينت صرفتها بس يعني خلاص متمزجه. فحقيقي يعني اي حد يدخل الكوميونتي يحاول يستفيد بيها باقصى استفاده. شكرا جدا يا ميرنا، وانا سعيد انك نورتينا النهارده. والله انا اسعد، يعني انا مبسوطه باللقاء ده جدا، واتمنى يعني ان اي حد يشوفه يبقى يوصل له على الاقل القيمه اللي انا لمساها من الكوميونتي، لان هي الحقيقه يعني حتى قيمه مقابل سعر احنا بنقول ان هي قيمتها اعلى بكتير من سعرها بكتير. شكرا جدا يا ميرنا، شكرا، نورتينا.